مساء الخير. طبعا معروف يا أيها المشاهد إن كل البيوت ليها حكاياتها وناسها وأهلها، وإن كلنا مختلفين ومتميزين عن بعض، ولكن يا أيها المشاهد طبعا في شخصية واحدة بس هي اللي مشتركة بين كل البيوت ومرحب بيها في جميع المنازل الشرقية والغربية والعربية والأوروبية والآسيوية والإفريقية منذ قرون طويلة جدا. هو طبعا احنا مش هنقدر نقول ان كل الناس بترحب بيه، ولكن على الأقل الأغلبية العظمى، ألا وهو الشاي. الشاي يا أيها المشاهد يعتبر من أشهر المشروبات وأكثرها استهلاكا في العالم كله، وبيجي من نبات اسمه كاميليا سينيسيس، وبينمو بشكل أفضل في المناخ الدافي مع أيام طويلة مضاءة بنور الشمس والليالي الباردة والأمطار الغزيرة. وبتنمو نباتات الشاي على ارتفاعات بتتراوح من مستوى سطح البحر ل 7000 قدم، وعلى خطوط عرض بتوصل شمال لتركيا وجنوب زي الأرجنتين. وأفضل أنواع الشاي يا المشاهد اللي بتكون ارتفاعاتها عالية، وممكن يتزرع منه شجر كتير جدا يدوم لأكتر من 100 سنة. تدينا شجرات الشاي حوالي 6 ملايين فدان من الأرض، وبيتم حصادها كل أسبوع خلال موسم النمو اللي بيستمر لمدة سنة تقريبا. بدأ أصلا تاريخ الشاي أيها المشاهد في الصين 2750 قبل الميلاد، وخلال ذلك الوقت تم اكتشاف ان الشاي بيحتوي على عدد من الخصائص الطبية، وده طبعا حصل لما حكت لنا الأسطورة ان في امبراطور كان اسمه شينونج، كان قاعد عادي جدا في امان الله تحت ظل شجرة شاي برية. المهم ان الراجل ده كان بيحب يغلي ميه قبل ما يشربها، معرفش ليه. المهم انه لما جه شوية هوا حلوين طيروا شوية من ورق الشجرة دي، وقعت هذه الورقات في الميه المغلية بتاعت الراجل. المهم ان الامبراطور قرر يدوق، ولما ده اكتشف ان طعمه حلو. مش عارفه طعمه حلو ازاي وهو من غير سكر. المهم ان الامبراطور ده عمل تجارب اكتر ولقى ان ليه خصائص طبيه بالاضافه لطعمه اللذيذ، وساعتها امر الشعب الصيني على زراعه هذا النبات لصالح الامه. وتذكر ان دي ايه ايها المشاهد؟ اسطوره، يعني مش شرط يكون الكلام ده فعلا حصل، لكن على الرغم من كده فبمرور الوقت اصبح هذا الراجل هو الاب الاسطوري للشاي. تم قطف اوراق الشاي وغليها في الميه علشان تنتج لنا مشروب مر جدا. وطبعا زي ما قلت لك في البدايه ان هو في الاول كان بيستخدم اصلا كدواء، وبعدين بداوا يستخدموه كمشروب ممتع، واخذ الموضوع اكثر من 3000 سنه علشان ينتشر ويكون اشهر مشروب في جميع انحاء الامبراطوريه الصينيه. وخلال عهد اسره تانج اعترفوا بشعبيه الشاي من خلال فرض ضريبه، وخلال عهد اسره مينج بقت اوراق الشاي المطبوخه والمجففه على النار دي شائعه جدا. ورغم كده فان النمط ده من الشاي الاخضر ما احتفظوش بيه قوي يعني، ولا حتى طلع بره الصين. وعلشان يحموا المحاصيل بتاعتهم بداوا التجار في تحميص اوراق الشاي علشان طبعا يمنعوها ان هي تتعفن، والاوراق اللي كانت بتتساب في الهواء كانت بتتاكسد وبتنتج لنا بعدها الشاي الاسود او الشاي الاحمر زي ما بيقولوا عليه الصينيين، واحنا كمان بنقول عليه كده على فكره. وتم تصنيع الشاي ده بشكل اساسي للتصدير، ولكن لسه لحد النهارده الصين بتشرب الشاي الاخضر المحلي بشكل طبيعي. كانوا الهولنديين هم اول ناس شربوا الشاي في اوروبا. شحنوه في 1610 وقدموه شحنوه في 1610 وقدموه لبريطانيا في 1650، وكان وصل هناك بعد كام سنة بس من وصول القهوة لإنجلترا. ومن خلال القهاوي بقى كده بدأت الناس تتعرف على ذلك المشروب الجديد ده. وفي سنة 1657 كان في ملك إنجليزي اسمه توماس جارواي. المهم انه كان قاعد عادي جدا مش اي حاجه، ولكن فجاه خطرت في باله فكره انه يقدم الشاي للناس بشكل رسمي يعني. ومفيش على طول بقى هو ده المشروب المفضل عندهم، لدرجه انه بقى مفضل اكتر من المشروبات الكحوليه. تخيل. بسبب الموضوع ده طبعا حصلت مشاكل الحكومه، وبدات بريطانيا تفقد جميع الضرائب المصحوبه ببيع الكحوليات بس طبعا على مين؟ على طول فرضوا ضريبه على الشاي عشان طبعا يعالجوا الوضع. ولكن رغم ذلك هو برضه ما بقاش شائع بين الطبقات العليا والمتوسطه غير في اوائل القرن اللي بعده، لما بقت القهوه سمعتها وحشه بالنسبه للناس المحترمه. فكانوا الملوك والارستقراطيين والعاملين يعني بيشربوا الشاي في الجناين في لندن.
وفي سنة 1778 كانت ضريبة الشاي بتسبب مشاكل في مستعمرات بريطانيا العظمى، وحتى لما لغوا ضرائب كتيرة تانية على البضائع اللي كانت متجهة لأمريكا، إلا إن سعر ال3 بنسات لكل رطل من الشاي فضل ثابت. وعلى مدى 5 سنين دفعت المستعمرات الرسوم الجمركية تقريبا 2 مليون رطل من الشاي. وبسبب غضبهم طبعا من ضريبة الشاي ودود الشحن التانية، حاولوا أبناء الحرية منع وصول شحنات الشاي لفيلادلفيا ونيويورك. وفي 16 ديسمبر 1773 سمحوا أبناء الحرية سفينتين إن هم يبحروا لميناء بوسطن متنكرين بلبس الهنود الأمريكيين الأصليين، وفرغوا 342 صندوق من الشاي في الميناء، وتعرف ده بعد كده باسم حفل شاي بوسطن. وأدت التصرفات دي اللي عملوها المستعمرين بأن البرلمان البريطاني يصدر سلسلة من القوانين معروفة باسم الأفعال التي لا تطاق، وده صغر من الحرية السياسية للمواطنين وأدى في النهاية إلى الحرب الثورية. كل ده بسبب شاي. بس من اتجاهات تانية مختلفة للشاي يا مشاهد، الحقيقة ان هو ساعد لتوفير سبب للاستقلال الامريكي. وخلال القرن 19 شرب الشاي بقى جزء اساسي من الحياة الاجتماعية البريطانية، وتم تنظيم حفلات الشاي لكل المناسبات الممكنة، بما في ذلك الشاي العائلي وشاي النزهة وشاي بعد الظهر الانيق. ده الشاي ده كده لازم تلبس له بدلة وانت بتشربه. مش كده بس يا مشاهد، على مر السنين بعدها قدمت أدلة التدبير المنزلي وكتب الطبخ تعليمات واضحة على دعوات وقت الشاي وآداب السلوك والتقديم واللبس وأدوات المائدة، كل ده بس عشان يعرفوا يشربوا شاي. لا بص، احنا في الشاي ما بنهزرش، لأن حفلة الشاي وقتها كانت رمز للأناقة والازدهار، مش مجرد مشروب كده بنشربه في أي حتة. على الرغم من ان اول شاي عرفناه كان في الصين، الا ان مناطق كتيرة جدا حوالين العالم بتساهم دلوقتي في محصول الشاي الاجمالي. واول شاي تم استخدامه في انجلترا نشأ في الصين، وما انتشرتش زراعة الشاي يعني حوالين العالم الا في القرن 19. تم اكتشاف الشاي الاصلي في ولاية آسام، وفي 1839 اتباع اول شاي هندي في لندن، وتمت زراعة اول شاي في افريقيا في كيب 1687، لكنه يعني ما تطورش لحد الجزء الأخير من القرن 19. ولكن في القرن العشرين انتشر الشاي في كينيا وملاوي وتنزانيا، وتضاعف سوق الشاي الأمريكي المتخصص 4 مرات بين 1993 ل 2008، يوصل دلوقتي ل 6.8 مليار دولار سنويا. بتعود يا أيها المشاهد أصول الشاي وتاريخه لتقريبا أكثر من 5000 سنة، ده غير أنه أصلا في 3000 نوع من الشاي. وبيتمتع ذلك المشروب المستهلك بجنون في العالم بأهمية تاريخية وثقافية لا يمكن منافستها. شوف قد ايه، وده يبين لك يا ايها المشاهد قد ايه البشر والمجتمع بيموتوا في حاجة اسمها مزاج دلوقتي وقبل كده وقبل كده. ولو سألت اي شخص عشوائي تشرب ايه، احتمال اجابته بنسبة 85% تكون اشرب شاي. وهنا قد وصلنا إلى نهاية المطاف أيها المشاهد. أتمنى لك شاي دافئ سعيد. وثانية واحدة عشان أنا ريقي نشف. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.